رافينيا أصبح يلعب بشكل مختلف. صحيح. يعني لم نتوقع ردة الفعل. ثقة في نفسه. رافينيا في المباريات الأخيرة ما يخدمش في مستوى جيد، لكن يسجل في أهداف. ضد الانتر سجل مباراة الذهاب والإياب رغم ما يقدمش في مستوى كبير، خذ ثقة في نفسه. ورافينيا يلعب يختلف على لاعبين يامال. بطل العالم 94 مع منتخب البرازيل، واحد أبرز من لعب لبرشلونة. دعونا مشاهدينا الأعزاء نشاهد هذا السيناريو للشوط الأول الذي كان بنتيجة مباراة بأكملها. يسجل بداية ريال مدريد هدفين ويرد برشلونة بالضعف في شوط أول يعتبر مثير مميز رائع من كلا الفريقين. عدد تراجع لريال مدريد من خلال فترات الشوط الأول كابتن يوسف. أظن أحد أروع الأشواط الكلاسيكوات اللي شاهدت صراحة. 6 أهداف تقدم ريال مدريد يمكن لعب فيها ربع ساعة تقدم هدفين، ثم تأتي كذلك ردة الفعل، وهذه أصبحت قوة فريق ريال برشلونة. شخصية كبيرة لهذا الفريق مع صغار اللاعبين. هنا الهدف تقريص الفارق جاء تقريبا في الدقيقة بعد الهدف الثاني الفريق عن طريق غارسيا، ثم تبدأ المهرجان الأهداف عن طريق اللاعب يامال. صراحة لاعب خرافي، لاعب على ما يقدموه من خلال عملية تسجيل الأهداف وعملية السيطرة على الكرة. من الأهداف يشاهدها تقريبا هنا سوء تفاهم بين سيبايوس وبين مبابي، ثم التحول السريع لاعب رافينيا يسجل الهدف الثالث في توقيت مهم جدا تقريبا في الدقيقة 33. الأهداف الأربعة جاء تقريبا في تقريبا أكثر من 25 دقيقة. وثم دائما الأخطاء الدفاعية. شوف خطأ آخر دفاعي اللاعب لوكاس فاسكيز اللي كان سيء جدا اليوم مع المدافعين طبعا، وافتكاك من رافينيا. وتوريس قدم تمريرة رائعة لرافينيا الهدف الرابع. محظوظ يعني كان ممكن تكون النتيجة أكثر. برشلونة أصبح ب 82 نقطة مع نتيجة الشوط الأول يوسع الفارق بينه وبين ريال مدريد بعدما كان الفارق قبل هذا اللقاء في شوطه الأول 4 نقاط. فاصل ونواصل الحديث أكثر عن الكلاسيكو. ابقوا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. نحييكم في هذه التغطية المستمرة لأحداث ولقاءات الدوري الإسباني للدرجة الأولى، حيث نكون معكم في هذه الأمسية المميزة مع كلاسيكو الأرض، آخر كلاسيكو على مستوى هذا الموسم يجمع برشلونة وريال مدريد في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي. قبل الخوض في تفاصيل هذا اللقاء المميز قبل ساعة وربع من انطلاق صافرة البداية لهذا اللقاء، دعوني باسمكم جميعا أرحب بمحللي بين سبورتس نجوم الكرة العربية. أرحب بالكابتن طارق دياب. بداية أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا بك عبد العزيز. منور يا كابتن. الله يخليك. شكرا. هذا اليوم منور. الله يخليك. منور الشاشة. هذا الكلاسيكو رقم كم لك كابتن؟ رقم 2000. ما شاء الله. ونرحب ايضا بنجم الكره المغربيه كابتن يوسف شيبو. اهلا وسهلا بك. طبعا عدد ارقام الكلاسيكو بالنسبه لك اقل اكيد طبعا من 2004 ل 2025 العجله شغاله، عجله التغطيه على مستوى الكلاسيكو. اهلا وسهلا بكابتن يوسف. نرحب بنجم الكره السعوديه ايضا القناص كابتن ياسر القحطاني. مساء الخير. هلا والله يا عبد العزيز. هذا الكلاسيكو رقم هذا الاول؟ لا هذا يمكن الثاني او الثالث. الثالث اتوقع. الثالث. انتصار لريال مدريد وانتصار لبرشلونه اتوقع، وان شاء الله انتصار للمدريد. هو عنده مهمه اليوم. عنده مهمه رسميه. عينك مخربها. اهلا وسهلا بكم جميعا. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في هذه التغطيه لبي ان سبورتس، حيث سنكون معكم في تغطيه مميزه. بدايه الامر المهم في الكلاسيكو هو الترتيب وعدد النقاط بين كلا الفريقين، بين كلا الغريمين على مستوى اللعب في الليغا الإسبانية. نشاهد بأن برشلونة 79 نقطة كابتن طارق، وريال مدريد 75 نقطة، وانتصار مهم في الكلاسيكو الأول في الذهاب في لقاء سانتياغو برنابيو لهاينز فليك 4 أهداف دون مقابل. كلا الفريقين لا يمران بأفضل حالاتهما على مستوى هذا الموسم، خروج من دوري الأبطال، والمنافسة لا تبدو المحلية أفضل لبرشلونة من ريال مدريد. صحيح. يعني بالنسبة لي أنا تقريبا العامل المشترك بيناتهم أنه دفاعاتهم لعبت دور سيء الموسم هذا، سواء للريال أو البارسا، لأن الإطلاق 79 75. لو البارسا والريال تعادلوا في مباراة الذهاب فلو قريب بقى نقطة. يعني مباراة البارسا والريال لعبت دور كبير أن أخذت البارسا أسبقية على الريال ب4 نقاط. ولهذا بالنسبة لي أنا
كان الموسم يكون افضل للفريقين لو الدفاعات لعبوا الدور كبير. الجو يبدو مميز. جو مدينة ممتاز. برشلونة صحيح. هي مدينة مميزة، مدينة رائعة. برشلونة حلوة تتنفس على صحيح عشق وحب نادي برشلونة. صحيح. نعم. الآن في مدينة برشلونة في ملعب لويس كومبانيس، قبل أن يفتتح الملعب الجديد مرة أخرى نيو كامب أو كامب نو كما يسمى أيضا على مستوى اللغة الإسبانية، نشاهد أيضا بأن هناك استقبال لنجوم على مستوى عالي مثل روبرت ليفاندوفسكي على سبيل المثال في مدينة برشلونة. ومن جهة أخرى استقبل ريال مدريد كيليان مبابي المهاجم الجديد الأغلى على مستوى العالم، الصفقة الأفضل حتى الآن في هذه السنوات. نشاهد كابتن ياسر بأن روبرت ليفاندوفسكي لعب 31 مباراة مقابل 30 مباراة، وفارق هدف فقط بين كل اللاعبين، ما عدا لعب مباريات أقل وتسجيل أهداف أكثر لكيليان مبابي. أنا أعتقد وجهة نظري ليس بالغريب يعني أنه يتنافس مثل هذه الاسمين يعني على لقب الهداف، ولكن الأهم هو مين اللي كانت أهدافه يعني أعطت الفريق يعني نعم أعطت الفريق الأفضلية في أنه يتقدم في سلم الترتيب. وهو أعتقد ليفاندوفسكي. مبابي يحاول مجتهدا يعني يقدم نفسه بأكثر من طريقة، وليس بغريب على مبابي أنه يسجل 30، بالعكس هو المتوقع أنه يسجل أكثر من عدد الأرقام هذه يعني إذا تحسبها على إمكانياته الفردية. ولكن يمكن المستوى العام بشكل عام هذا الموسم لريال مدريد لم يعني يساعد مبابي ليفرض نفسه بأرقام يعني مختلفة أو قد يعني يسجل ريكورد عالي ويبتعد يعني في المنافسة في صدارة الهدافين. جهة أخرى كابتن يوسف، هنا المحك الحقيقي لبرشلونة وريال مدريد. تبقت الآن مع الكلاسيكو 3 جولات، لمن الطريق الأسهل لبرشلونة أم ريال مدريد؟ هو اللي لغايه الان في ظل الفارق على 4 نقاط، المباريات اللي باقا صعبه هي مباراه كلاسيكو اليوم، وانا في اعتقادي هي المباراه الاهم، مباراه مصيريه للفريقين. مباراه للبارسا لو يفوز اليوم نعتقد ان الدوري حسم بشكل كبير، حسم الدوري. نعم. بالنسبه لريال مدريد هي مباراه العوده، مباراه الامل الاخير، الامل الوحيد الموسم بالنسبه له، يعني يفوز فيها يبقى نقطه وحيده على باقي النقط. ونشوف المباريات المتبقيه للبارسا، بقى له اسبانيول دائما منافس صعب، مباراه الديربي، باقي له فياريال فريق كذلك يلعب بشكل جيد وعنده كذلك طموح انه يصل الى دوري الابطال الموسم المقبل. في المقابل يلعب ريال مدريد مع مايوركا. نعم. وفي اخر مباراه لبرشلونه فريق بيلباو، مباراه صعبه جدا، مباراه بيلباو خروجه من الدوري الاوروبي وتركيزه اكثر على الوصول لدوري الابطال. نعم. بالنسبه لريال مدريد اكيد مباراه اليوم هي المباراه يعني المهمه الاهم في الموسم، نكون او لا نكون بالنسبه لريال مدريد. لو يفوز اليوم تبقى له 3 مباريات، عنده اشبيليا اقل نسبيا اقل من صعبه من مباريات فريق برشلونه، بالتالي هي كما قلت الكل يعتمد على مباراه اليوم، هي مباراه مهمه جدا بالنسبه للفريقين. سبق ان زرت ملعب لويس كومبانيس كابتن طارق ام الكامب نو فقط؟ كامب نو فقط. كامب نو احنا كامب نو مخيف بصراحه، 90,000 متفرج، والان بعدد مقاعد الملعب أكبر. كبير، الملعب الارضيه كبيره. وتعرف انت البرسا متعودين كامب نو، لكن تعودوا على لويس الملعب هذا، طلعوا متصدرين الدوري. نعم. هاينز فليك، كارلو أنشيلوتي في لقاء آخر مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى. دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن حظوظ كلا المدربين قبل هذا اللقاء. جولر لا يسجل فقط بل يطلب اللعب بلغة الأرقام، ومع ذلك لا يزال يبحث عن اقتناع أنشيلوتي وكأن الأهداف لا تكفي. ننتظر هذا اللقاء، ننتظر كلا المدربين، ننتظر ردة فعل أيضا من كلا المدربين، خصوصا بعد